السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله نعمل مع بعض الدونت السهل جدا جدا، ومقادير سهلة وبطريقة سهلة، ومش هتبطلي تعمليه في البيت احسن ما تشتريه من بره القطعة بقد كده. لا، تقدري تعمليه في البيت بكل سهولة. وعملنا قبل كده مع بعض البوريك، طريقته سهلة جدا جدا، وعملنا القراقيش السادة والقراقيش بالعجوة، وعملنا كمان الفايش البيتي منتهى السهولة، وعملنا كمان البقسماط، وفي حاجات تانية كتير على القناة تقدروا تروحوا تشوفوها. وبالنسبة للدونات اللي احنا هنعمله النهاردة، طريقته سهلة جدا جدا. ولو عندك حفلة، عندك عيد ميلاد، عندك مناسبة، حابة تعملي حاجة حلوة لولادك وتفرحوهم في البيت، الطريقة سهلة جدا جدا، مفيهاش اي تعقيد ولا فيها اي حاجة. هقول لكم اللي في الطبق ده ده عبارة عن ايه واحنا شغالين مع بعض في الفيديو. اول حاجه يلا كده نسمي بسم الله ونتوكل على الله ونبدا في الفيديو. اول حاجه كده انا عندي كوبايتين من اللبن، كوبايه الميه العاديه هحط منها كوبايتين من الحليب. طبعا هحط لكم في صندوق الوصف المقادير بالكوبايه وبالجرام كمان. وحطيت 3 معالق من السكر، وحطيت معلقتين كبار من الخميره، وحطيت 2 باكت فانيليا، وعندي كمان 2 بيضه. تمام. ومننساش ذرة الملح في اي حاجة احنا بنعملها. انا حطيت دي نص معلقة صغيرة من الملح. هقلب بقى الحاجات دي كلها مع بعض كده. مهم جدا ان انا ادوب الخليط ده كله مع بعض كويس. طبعا وانت بتعملي حاولي تعملي في حاجة واسعة شوية، يعني اللي هتعجني فيها تبدأي فيها. هجيب بقى المصفى بتاعتي كده وابدأ انخل الدقيق. مهم جدا في اي معجنات انك انت تنخلي الدقيق عندك مره واتنين. يعني انا نخلته مره وحطيته في العلبه اللي انا حاطه فيها الدقيق، ودي المره التانية اللي بحطها على السوائل عندي. الطريقه ديت بتخلي اي مخبوزات تنجح معاكي بمنتهى السهوله، وبتلاقي المخبوزات هشه كده وخفيفه. فيعني حاولي تتفرجي على الفيديو للاخر، لان كل تفصيلة في الفيديو او كل ثانية في الفيديو هتلاقي فيها معلومة هتفيدك. ولو استفدت باي معلومة من الفيديو دوت، ما تنسيش تكتبي لي في الكومنت وتقولي لي بتشوفونا من انهي بلد، وتشرفوني، ووجودكم تاج على راسي. هبدأ بقى اعجن كده بايدي زي ما انتوا شايفين. هي عجينتها سهلة جدا جدا، بس فيها كده تريكات بسيطة لازم تاخدي بالك منها. يعني انا العجينة عندي هنا مش يعني لازم هتكون شايفين هي ملزقة في ايدي ازاي كده، مش معناها ان هي محتاجة سوائل او محتاجة مثلا دقيق او محتاجة اي حاجة تانية. لا، عجينة الدونات بتكون بتلزق شوية، فما تفكريش ان هي محتاجة حاجة فتضطري تروحي تحط لها مثلا شوية دقيق ولا حاجة عشان تبطل التلزيقة دي. لا، يبقى انت كده ايه، مش صح يعني. هي لازم تكون بتلزق. طيب التلزيقه دي هتروح ازاي مع العجن المستمر؟ هتلاقي التلزيقه ديت بتروح، بس هتعجني فيها كده حوالي 10 دقايق ربع ساعه. طبعا لو في العجان انت هتعرفيها من العجان لو ان هي بطلت تلزق او لا. حسيتها كده يعني ايه، يابسه شويه او جامده شويه، فحطيت لها كمان ربع كوبايه من الحليب. زي ما انتوا شايفين كده طريت شوية، بس برضو بتلزق. التلزيقة اللي فيها دي ده طبيعة عجينة الدونات، يعني ما تقلقيش وما تخافيش. هفضل بقى اعجن فيها كده زي ما انتوا شايفين لحد ما الاقيها بتنعم معايا خالص، وبتعمل عرق كمان. انا عايزاها تعمل عرق كويس. يعني كل ما تحسي ان هي ملزقه في ايدك وانت مش عارفه مثلا تتحكمي فيها، تروحي تغسلي ايدك وتنشفيها وترجعي تعجني تاني، هتلاقيها اسهل من الاول وافضل كمان. طبعا تقدري تفرديها على رخامة وتقدري تعجنيها بقى براحتك، بس انا شايفة الطبق اللي انا بعجن فيه واسع، فمساعدني ان انا بعمل فيه اللي انا عايزاه. هبدأ بقى الم العجينة كده. زي ما انتوا شايفين هي لمت نفسها اهي. هي برضو بتلزق، بس في نفس الوقت ناعمة جدا وطرية وما فيهاش اي مشكلة.
هحطها بقى كده، وهجيب مسحة من الزيت امسح الوش بتاع العجينة عشان ما يلزقش في الاسترتش راب اللي انا هحط بيه، او الكيس بلاستيك، اي حاجة متوفرة عندي. وهتبدأي تغطيها. طبعا لو انت في الشتاء والجو برد جدا ومحتاجة ان هي تخمر بسرعة، خمريها على حمام مائي، يعني جيبي حاجة فيها مية سخنة، مش سخنة قوي يعني، على قد ايدك ما تتحملها، وتحطي عليها العجينة بتاعتك بالطبق بتاعها، هتسخن يعني هتخمر اسرع. او تدفي فرن البوتاجاز شوية وتحطيها فيه، برضو هتخمر اسرع. لو الجو حلو ومش محتاج، خلاص تمام، هتستنى عليها شوية هتلاقيها خمرت معاكي على طول. هجيب بقى كده يعني عايزة اقطعها، انا فضلت اقطعها كور كده عشان تبقى اسهل بالنسبة لي. هقول لكم هنعمل فيها ايه دلوقتي. طبعا انت تقدري يعني تعمليها على نصين وتفرديها، وبكوباية كده ولا بقطاعة، وتقدري تقطعيها. دي طريقة. والطريقة التانية انك انت تعمليها كور على قد وحدة الدونات، يعني تعملي الكورة على قد قطعة الدونات زي ما انتوا شايفين كده. انا بقى ايه يعني، علشان ما افردهاش، انا مساحة الرخامة عندي مش كبيرة، فمش بعرف افرد عليها عجينة كبيرة يعني. تمام. ففضلت ان انا اعملها كده قطع هي بحجم البيضة. تمام. هي هسيبها بقى ترتاح شوية، حوالي 5 دقايق كده، عبال ما اغسل ايدي كده واظبط الدنيا، وهقول لكم هنعمل فيها ايه. طبعا انا جبت ورق، عندي ده ورق كراسة عادي، انا قسمته نصين. طبعا لو عندك ورق زبدة يكون افضل. تمام. وهبدأ اخد كل قطعة وافردها كده بالشكل ده. طبعا انا مش عايزاها تبقى خفيفة جدا، علشان الدونات زي ما انتوا عارفين بيبقى يعني مرتفع شوية، فانت لو رفعتي العجينة هتبقى مش عالية. زي ما انا وريتكم كده السمك بتاع العجينة قد ايه، فهو السمك ده حلو جدا. وهتجيبي بقى اي قمع عندك، اي قطاعة، طبعا لو عندك قطاعة دونات تمام، لو ما عندكيش برضو بغطاء ازازة، حاجة زي اللي انا بقطع بيها دي، باي حاجة تديك الشكل ده. يعني حاولي تتصرفي، ما توقفيش على حاجه وتقولي انا ما عنديش قطاعه فانا هعمل دونت ازاي. لا، انا اول مره عملته بقيت اقطع بالكوبايه، وبجيب غطا الازازه واعمل بيها الدايره اللي في النص بتاعتها. طبعا القطعه اللي بتطلع من الدايره اللي احنا بنقطعها بركنها على جنب. وهو ده اللي كان في الطبق اللي وريته لكم في اول الفيديو ده، يعني هو سخن كده بنرش عليه سكر، وممكن ترش عليه صوص شوكولاته، والاولاد برضو بياكلوه زي الدونت بالظبط، بيبقى جميل جدا. طبعا انا قطعت كل الكمية اهو زي ما انتوا شايفين، وبقولها لكم تاني مرة. طبعا لو ورق الزبدة بيبقى افضل، بس انا ما كانش عندي، فانا برضو حبيت اتصرف علشان ما اقفش على حاجة، وقطعت ورق الكراريس وعملته بالشكل ده كده. طبعا اول شوية عملتهم خلاص خمروا وارتفعوا. طب لو هما ما خمروش معاكي، هتستنى عليهم شوية، حوالي 10 دقايق ولا حاجة، علشان انا عايزاهم يخمروا للمرة التانية. عندي بقى صينية كده على البوتاجاز. طبعا انا حطيت في الزيت في الصينية علشان انا عايزة اعمل اسرع، يعني لو انا حطيت في الطاسة هتاخد 2-3 مش اكتر من كده، لكن الصينية اكبر، ففضلت ان انا اعمل في الصينية. طبعا الزيت سخن عندي. طيب لما جيت انزل بالدونات كده، هديت النار شوية علشان يعني عبال ما احط الباقي ما اكونش اول واحدة اخدت لون جامد معايا يعني. تمام كده. هبدأ بقى ايه احطها زي ما انتوا شايفين، بحاول اشيلها من على الورقة بايدي واحطها. طبعا الطريقة انك انت تحطيها بالورقة كده في الزيت، لا انا ما حبيتش الطريقة دي خالص، وحسيت ان هي تبقى خطر عليا اكتر. لا، انا بشيل القطعة من على الورقة وبحطها بايدي كده في الزيت. طبعا اول ما بتاخد اللون اللي انا حباه، بقلبها الناحية التانية. هي ما بتاخدش وقت خالص، تخلي بالك يعني، ما بتاخدش يعني دقيقة في الزيت، وبتكون خلاص اتحمرت من الوشين الاتنين يعني. شايفين يعني هو شكله حلو جدا من غير لسه ما زيناهوش ولا عملنا فيه اي حاجة. طبعا في ناس لو بتحبه بالسكر، اول ما بتطلعيه من الزيت وهو لسه سخن جدا بترش عليه سكر بودرة، سكر حبيبات،
ممكن رشة من جوز الهند ورشة من الشوكولاتة، لو حابين مش حابين شوكولاتة خلاص يكفي رشة من السكر وعليها رشة من جوز الهند. حابة بقى تزينيه بالشوكولاتة، يعني في ناس بتزينه بشوكولاتة غامقة وشوكولاتة بيضة. احنا طبعا عشان ما بنحبش الشوكولاتة البيضة، فانا ما استعملتهاش خالص في الطريقة بتاعتي. انا استعملت الشوكولاتة الغامقة بس. ولو حابة طبعا السكر، ممكن لو عندك عسل ابيض تعمليها بعسل ابيض وترش عليها جوز الهند، هتبقى حلوة جدا برضو. دي بقى القطعة اللي كنت بطلعها من الدواير وانا شغالة، برضو بقليها زيها زي الدونات بالظبط في قلب الزيت. وعندي بقى الشوكولاتة حطاها في طبق على حمام مية، وسايباها تسيح كده على البوتاجاز عبال ما اخلص اللي فيديو. طبعا الشوكولاتة بتحطيها على الدونات بعد ما يبرد، علشان تمسك فيه بسرعة وما تكونش ما تسيحش منك وتبوظ الشكل معاكي. دول القطع اللي انا كنت بقول لكم عليها. اول ما طلعت من الزيت وهي لسه سخنه، عملت عليها كده رشه من السكر، لو حابه تحطي رشه جوز الهند حطي. شايفين بقى قطعه الدونات كده شكلها عامل ازاي؟ شكلها تحفه بجد وطريه وهشه، بصوا زي القطن بالظبط. شايفين؟ طبعا اللي في الافران ديت بتكون مش بالطريقه دي خالص، بتكون هي عجينه الفينو او عجينه اي قرص وبيشكلوها شكل الدونات وخلاص. اما الطريقه الاصليه للدونات هي اللي انتوا شايفينها دي، وسهله جدا ما فيهاش اي حاجه. هجيب بقى الشوكولاته بعد ما سيحتها عندي كده بحمام ميه، وهبدا ازين الدونات بالشكل اللي يعجبني وبالطريقه اللي تعجبني. تمام. طبعا لو حابة تجيبي شوكولاتة بيضة وتعملي خطوط عليها كده تمام. حابة تعملي شوكولاتة بيضة زي ما بعمل بالشوكولاتة البني وتزينيها بالشوكولاتة البني العكس يعني، طبعا هتبقى حلوة طبعا بأي حاجة انتوا بتفضلوها. انا ما اضطريت ان انا ما اجيبش الشوكولاتة البيضة لان احنا مش بنحبها، فانا بقول لكم ايه اللي بيحبها يعملها. طبعا عندك فرماسيل ماشي، عندك مكسرات ماشي، عندك اللي انا بحطه ده هو عشان لون الشوكولاتة اللي هو الشوكليت شيبس اهو زي ما انتوا شايفين. برضو لو والناس مثلا ما بتحبش الفرماسيل ده ما فيش مشكلة، حابة تحطي رشة من جوز الهند تمام ما فيش مشاكل برضو. حابة تعمليها شوكولاتة كده وتسيبيها برضو ما فيش مشكلة. وزي ما انتوا شايفين كده ما شاء الله، هو عمل لي كمية كبيرة جدا من الدونات، وبحاجات كلها سهلة جدا وموجودة في كل بيت، والطريقة مش صعبة خالص ومش مكلفة. تقدري تعمليها لو عندك حفلة عندك اي حاجة. وما تنسوش لو الطريقة عجبتكم ما تنسوش تعملوا لايك وتعملوا اشتراك وتفعلوا زر الجرس على الكل عشان يوصلكوا كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.